أنا عم بحكي عن تجربة لكي لا أفهم خطأ. يعني هناك معان إنسانية عميقة من أسمى المعاني بالتاريخ، بالفكر الشيعي، بالمدرسة الأئمة، بالأخلاق التي نتغنى بها والتي ندرسها عن الأئمة عليهم السلام. يعني ولكن إسقاط كل هالتعاليم على واقع سياسي ضيق فيه الغايات تبرر الوسائل هو إسقاط خاطئ، هو كلام حق يراد به باطل. طبعا أنا عم بحكي وحتى الإعداد للقتال في مواجهة عدو كإسرائيل محتل مشروع. يعني نعم. وإن كان في 14 احنا نقول رجال أيضا، لكنك أنت لما ذهبت تقاتل أول مرة وحملت السلاح كان في وجه شيعي آخر. نعم، يعني هذه المفارقة طبعا بعدين صار في يعني مرابطة بمحاور المقاومة وإلى آخره، ولكن أسقط على هذه يعني بوجه الشيعة. أتذكر بأحاديثنا البسيطة بالجامع خاصة، يعني يزيد العصر يعني حركة، يعني إسرائيل هي عدو معروف وحقيقي وموجود، ولكن الخوف من أعداء الداخل. هذه الكلمات يزيد العصر، العودة بنا إلى ثورة الإمام الحسين عليه السلام. يعني لم يقاتل الروم أو الفرس أو اليهود مثلا، ولكن الخطر الأساسي في أعداء العصر أسقطت هذه إسقاط كامل وقتها على الشيعة، يعني على شيعة الأخوة حركة أمل، وخلقت دفع إضافي أنه نحن المعركة ضد يزيد العصر هي معركة أهم من المعركة ضد المحتل الخارجي، يعني مثل الإسرائيليين وغيره. وللأسف يعني إذا بتشوفي هذه الإسقاطات، طبعا يمكن راح يجوا بالأسئلة مع الوقت حسب اختيار العدو. أيوة. ويجب دائما أن يكون في هناك يزيد العصر، لأنه لتطبيق كل مفردات مدرسة الإمام الحسين ومدرسة عاشوراء بالطريقة الخاطئة. يعني فكرة الحقد والكره والتربية على، يعني نحن تربينا مثلا، اعذريني يعني يمكن بأسئلتك، شعار أساسي، يعني شعار المظلومية، شعار ما فعل بالأئمة وبالإمام الحسين. وكان في شعار يعني جيش كل الشباب والمراهقين: يا لثارات الحسين. أيوة. نحن كنا نؤخذ بهذا الشعار بشكل غير مسبوق. طب تعالي انظري إلى الشعار وانظري إلى الدين الإسلامي الحنيف. يعني ثارات، ما هي هذه الدعوة إلى الثأر؟ ومن تثأر؟ يعني الإمام الحسين ويزيد وكل هذه الحقبة أصبحت من التاريخ. يعني نحن نعيش، بدل ما نعطي الشباب فرص لبناء الحياة والوئام والتمازج مع أبناء الحي والمنطقة والوطن وتعزيز حس المواطنة والود، عم نجي نعبئهم ونشحنهم بعبارات الثأر. طب يا أخي، نحن من ميلة كنا من ناحية يعني نشحن بهذه العبارات، من ناحية أخرى نحن ندعو إلى الوحدة الإسلامية وهناك أسبوع الوحدة الإسلامية. طب يا أخي، إذا كان هؤلاء كانت هذه حقبة في التاريخ وأنت عم تشحني بالثأر، من أثأر؟ يعني ما في ثأر من دون عدو، من دون حدا أمامك بدك تثأري منه. تصب كل هذا الشحن وين بيصب؟ السني.